السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله تعالى. طبعا أنت الآن فاتح كل الدوائر على بعض، فالدائرة الصغرى تؤثر على الكبرى، والكبرى تؤثر على الصغرى، والسفلى تؤثر على العلوي، والعلوي يؤثر على السفلي. ونحن في بداية انتقال القطبي، وهي انتقال من سنة إلى سنة، فالمطلوب منك أنك تغلق كل هاي الدوائر، سواء كانت علاقات، سواء كانت أمور ضارة هي في حياتك الروحانية أو حياتك الاجتماعية. فإذا أغلقت الدوائر الروحانية لحالها كل الأمور، سواء كانت الاقتصادية أو الاجتماعية أو المادية، هي تغلق لحالها. طيب، ما هو الورد لإغلاق هذه الدوائر اللي تؤثر علي واللي أنا مالي بحاجتها؟ وردها سهل جدا. بسم الله يا لطيف يا معين 313 مرة، بعدين تقول بسم الله يا خبير يا عليم 77 مرة، بعدين تقول بسم الله يا متكبر يا مذل 33 مرة، بعدين تقول بسم الله الله أكبر 11 مرة، بعدين تقول بسم الله هو 7 مرات، بعدين تقول بسم الله 3 مرات، بعدين تقول بحق الباء بحق الباء بحق الباء توكلوا أيتها الأرواح الروحانية يا من وكلتم في هذه الأسماء الجليلة والأقسام المباركة بأن تغلقوا كل من يؤثر عليه من العوالم السفلية والباطنية والأرضية، بحق بسم الله وبحق أسماء الله وبحق جل جلاله. هيا 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 هيا، بارك الله فيكم وعليكم. هذا الورد مأذون به كل الناس، سواء كان ابن طريقة أو غير ابن طريقة، ومنفعة لله تعالى ولأمة الحبيب المصطفى. جربها ما راح تخسر شي، يعني راح تشوف انه الدوائر لحياتك كلها راح تتصفى. تمام ابني؟ سجلها عندك. وهذا الورد مهم جدا، يعني قبل رأس السنة انك انت تقوله قبل انقلاب القطبي. وهذه سندس بتسلم عليك. سندس سلمي عليهم.